التناقض 18. كيف مات يهوذا؟ النص الأول متى 27:3: حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذا سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. يبقى مات ازاي يهوذا في هذا النص؟ مات مخنوق، مات مشنوق. النص الثاني له رأي آخر. أعمال الرسل 1:18: فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها. يبقى مصارينه طلعت، أمعاؤه طلعت بره بطنه لأنه سقط على بطنه، لم يمت مخنوق. النص الأول يقول أنه مات مخنوق مشنوق، لكن النص الثاني يقول أنه مات نتيجة انسكاب أحشائه، أنه سقط على بطنه. فأيهما صحيح وأيهما خطأ؟ التناقض 19. كم عدد الرجال الذين كانوا ينظرون وجه الملك؟ النص الأول ملوك الثاني 25:19: ومن المدينة أخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب 5 رجال من الذين ينظرون وجه الملك. 5 رجال من الذين ينظرون وجه الملك. لكن النص الثاني له رأي آخر. ارميا 52:25: وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب 7 رجال من الذين ينظرون وجه الملك. يبقى 5 رجال اللي نظروا وجه الملك أم 7 طبقا للنص الثاني. التناقض 20. كم ارتفاع التاج في بيت الرب؟ النص الأول ارميا 52:22: ارتفاع التاج الواحد 5 أذرع. لكن النص الثاني له رأي آخر. ملوك الثاني 25:17: وارتفاع التاج 3 أذرع. إذن هل ارتفاع التاج 5 أذرع كما في النص الأول أم 3 طبقا للنص الثاني؟ التناقض 21. كم عدد مزود الخيل التي كانت لسليمان؟ النص الأول يقول ملوك الأول 4:26: وكان لسليمان 40,000 مزود لخيل مركباته و12,000 فارس. أما النص الثاني فله رأي آخر. أخبار أيام الثاني 9:25: وكان لسليمان 4,000 وليس 40,000 مزود خيل ومركبات و12,000 فارس. فهل عدد مزود الخيل لسليمان 40,000 طبقا للنص الأول أم 4,000 طبقا للنص الثاني؟ 40 ولا 4؟ التناقض 22. التناقض 22: هل كان لميكال بنت شاول أبناء أم لا؟ النص الأول صمويل الثاني 6:23: ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها. يعني ميكال بنت شاول ما أنجبتش، حتى إن ماتت لم تنجب. النص الثاني صمويل الثاني 21:8: فأخذ الملك ابني رصفة ابنة آية الذين ولدتهما لشاول أرموني ومفيبو شث وبني ميكال ابنة شاول 5 وبني ميكال ابنة شاول 5. شاول في هذا النص أنجبت 5، وهذا يتناقض مع النص الأول الذي قال أنها لم تنجب إلى يوم موتها. فهل شاول لميكال بنت شاول أولاد أم لا؟ التناقض 23: كم أنجب بنيامين؟ النص الأول تكوين 46:21: وبنو بنيامين أبناء بنيامين بالع
وباكر وإشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومقيم وحقيم وأرد. النص الثاني يقول أن في أخبار الأيام الأول 7-6 لبنيامين 3 أولاد فقط، وهم بالع وباكر ويدعائيل. النص الثالث أخبار الأيام الأول 8-1 أبناء بنيامين 5 في هذا النص، وبنيامين ولد بالع بكره وإشبيل الثاني وأخرخ الثالث ونوح الرابع ورافا الخامس. فهل بنيامين لديه 10 أولاد طبقا للنص الأول، ولا 3 طبقا للنص الثاني، ولا 5 طبقا للنص الثالث؟ التناقض 24. بعد كم يوم صعد يسوع وتلاميذه للجبل؟ النص الأول متى 17:1 وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين. يبقى هنا كام يوم؟ 6 أيام. النص الثاني لوقا 9:28 وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. فهل يسوع والتلاميذ صعدوا إلى الجبل بعد 6 أيام طبقا للنص الأول، أم بعد 8 أيام طبقا للنص الثاني؟ إن شاء الله كده نكون يعني قد انتهينا من هذه التناقضات المنتقاة، وإن شاء الله يعني من يحب أن يستفيض ويكمل الكتب، يعني دكتور منقذ السقار، وفي كتب أخرى حوار مع صديقي أو زميلي المسيحي تتكلم على تناقضات كثيرة جدا، وكتاب العلامة أحمد ديدات 50,000 خطأ في الكتاب المقدس. جزاكم الله خيرا على الاستماع، ونكمل إن شاء الله موضوع جديد في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.